اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم قهوة حقتنا. هذا قهوة إن شاء الله اليوم بسويه، وهذا كيك نشرب مع قهوة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتا جنالكم فردوس كهيرن سلامتين سلامتين كسلامتين. أصحابي يجيك إن شاء الله عربية كهذا عشان أف عربي أفك عربتك صويا هايو ضربة قهوة صومالي سلم صوبيو إن شاء الله. يا أصحابي يكون أنك فايدة سيدا إن شاء الله ساسا أقعد بإذن الله. أختي غالية أسماء السلام عليكم يا الصحاب كله السلام عليكم. أسماء طلبت مني أن أسوي قهوة حقتنا إن شاء الله. أسماء حبيبتي معلش تأخرت عليكي مرة، تأخرت عليكي معلش يا أختي. إن شاء الله اليوم بوريكي طريقة القهوة حقتنا إن شاء الله بإذن الله. دحين هنا حطيت بن مع بس بن حطيت هنا كده. تشترين بن سوق أي مكان يبيعون، تشترين بن تحطين في النار خليه لين يصير أسود، لون أسود يتغير كده. تقلين لين يصير لونه أسود إن شاء الله. بعدين أوريكي مكونات اللي أنا أحطه إن شاء الله. إن شاء الله تفرجي إن شاء الله يا فيديو كامل إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله راح تفهمين أكتر. كده أخواني تسوون القهوة كده، تقلين لين كلها بتصير لونها أسود. فهمتوا كده؟ كل شيء تقلون يعني خلي يدكم مع كده تقلون، يعني لا تسيبوا عشان ما كله يصير أسود لونها. أنا دحين باقي شوية، يعني باقي شوية خلاص أقفل النار. خلاص يا بنات كده جاهز القهوة. بن خلاص كده جاهز عندي إن شاء الله. راح أوديكم دحين على الخلاط. جهزت هنا بن اللي دحين قليت في النار، وهيل عندي هنا وهيل قرفة عندي سنجبيل، عندي هنا سنجبيل، هذا هو سنجبيل قرفة هيل سنجبيل. إن شاء الله تفهمون إن شاء الله بإذن الله. هذا اللي عندي مكونات كم؟ 1 2 3 4 مكونات يا بنات إن شاء الله. أسماء اللي ضربتني قهوة إن شاء الله يا أسماء حبيبتي معليش 1000 مرة معليش يا أختي، المشغول زي كذا خلاني مشغول. والله ما نسيتك بس إنه مشغول يا أختي حبيبتي. إن شاء الله اليوم إنه الله كتب إن شاء الله بإذن الله إنه أسوي لك القهوة حقتنا إن شاء الله. إذا عندك ماكينة حق البيت عشان أحسن لازم ماكينة. أنا عندي هنا ماكينة، هذا هي حق الهيل يعني حق زي كده، يعني هيل سنجبيل قرفة يعني تخلطين لازم هذا الخلاط. دحين بعد ما جهزت كله كده
راح كله اسوي مع بعض كذا عشان ابغى كله مرة واحدة زي كذا. هيل سنجبيل قرفة كلهم كذا الخبطوا بعض، عشان اول كنت بس ابغى اوريكم كذا، خليت كل واحد لحال لحال. بس دحين ان شاء الله راح اخلط كل هذا سوا، قرفة سنجبيل هيل قهوة بن، فهمت؟ دحين شوف كله خليت كذا. طيب راح احط في الخلاط، عندي هنا خلاط هذا هيل كله سوا سوا كله كذا ما شاء الله. تخلط ده تخافوا، انا دايما اخلط هذا الخلاط ان شاء الله. بعد ما اخلط اوريكم. دحين خلطتها، شوف كيف صارت ما شاء الله، مرة مطحونة ما شاء الله. قهوة جاهزة عندي. شوفوا يا بنات كيف طريقة، حطيت علبة بلاكسي عشان كل ما انا اسوي قهوة اخذ منها شوية. شوف مرة ما شاء الله طحنت ما شاء الله، كأنها زي برا مطحون حق برا. ايوه انا والله اول مرة عشان جربت مني واحدة من البنات اختي اسماء، اول مرة دايما اشتري قهوة جاهز، عرفتي؟ زي ما هم يسوون البرا انا سويت بالبيت ما شاء الله. والمرة هذا قهوة اسوي انا دايما اشتري يا اخواني واخواتي ما شاء الله. ريحتها كل بيت ريحة هذا قهوة، عشان هي القرفة سنجويل والقهوة ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله ان شاء الله فهمتوا اكتر. هذا علبة اللي انا سويت قهوة، شوفوا جوتها ما شاء الله ريحة ما شاء الله، كل بيت ملت ريحة القهوة. هذا أبيض سنجبيل والقرفة ما شاء الله. كذا قهوة حقنا جاهزة ما شاء الله تبارك الله. يطير العقل ما شاء الله يا بنات. مرة قهوة ريحتها الله أعلم، والله الله أعلم ريحتها يا بنات. مرة أنا أدوخ لكم دحين دوخها ما شاء الله، مرة لذيذ. إذا تبغون تحطون عادي تحطون حليب مع قهوة عادي، تحطون تشربون كذا عادي ما شاء الله. كله طعم حقه. هذا تحطون سكر، أنا دحين حطيت شوية سكر عشان أنا أحب السكر يا بنات، بس شوية مو تكترون. إن شاء الله بوصلكم إن شاء الله هذا فيديو جديد إن شاء الله يا بنات. سووا لي سبسكرايب شير لايك كومنت إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة بالتوفيق إن شاء الله. اليوم إن شاء الله راح أسوي لكم قهوة حقتنا. هذا قهوة إن شاء الله اليوم بسويه، وهذا كيك نشرب مع قهوة إن شاء الله.